السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. جاية لكم النهاردة ومعايا قصة جامدة جدا، واثقة ومتأكدة إن شاء الله إنها هتعجبكم. يلا نقول بسم الله ونبدأ قصتنا. والله ما بقيتش عارف أعمل إيه ولا إيه، ما بقيتش عارف أتصرف إزاي مع ابني وحياتي دي بعد المرحوم الله يرحمها. اتوفت وسابت لي ابني يا دوب لسه عنده سنتين، ولا يعرف يراعي نفسه ولا يعرف يخلي باله من نفسه، وانا مش عارف اشوف شغلي ولا عارف اعيش ولا عارف اتصرف ازاي اصلا. بصراحة الله يكون في عونك، اصل الاهتمام بطفل ده حاجة صعبة قوي. ده انا لما بقعد 10 دقايق في البيت مع مراتي ما ببقاش مستحمل. امال انت بقى تعمل ايه؟ اللي مسؤول منك طفل، المفروض تعمل له كل حاجة، غسيل واكل وشرب وسهر بالليل. الله يكون في عونك انك لسه عندك عقل اصلا. والله يا فوزي، كل اللي انت بتقول عليه ده يهون، لكن اللي مش هين فعلا اني شايف ابني محتاج لأم. ده لسه طفل ما يعرفش يعني ايه حنان ام. وللأسف الله يرحمها ما كانش ليها اخوات اني حتى اقول ابعته لخالته، واختي وانت عارف انها مسافرة بره، ووالدتي متوفية هي كمان. انا هتجن، مش عارف اعمل ايه. يا ابني وانت ايه اللي يعيشك في الحيرة دي كلها؟ طب ما تتجوز، اتجوز واحدة تهتم بيك وبالولد، وتكون ست في البيت، زوجة ليك وأم للولد. هو البيت إيه يعني غير واحدة ست تاخد بالها منه وتراعيه؟ بصراحة يعني أنا فكرت في كده فعلا، لكن خايف علشان ابني لسه صغير، وخاف مرات أبوه تبهدله. إحنا بنسمع بلاوي كتير قوي بتحصل من مراتات الأب. أنا أعرف إزاي إن اللي هتجوزها دي هتاخد بالها منه؟ ما هو أنت لو فضلت تفكر كده يبقى مش هتتجوز عمرك كله. أنت لازم تشيل الفكرة دي من دماغك، وتعرف إن زي ما في ناس مش كويسة في ناس برضو كويسة. طب أنا عايزة أسألك سؤال، أنت دلوقتي وأنت في الشغل بتبقى سايب الولد فين؟ عندي جارتي ست كبيرة في السن، كانت مراتي الله يرحمها بتعطف عليها وبتشوف طلباتها دايما، ومن ساعة ما زوجتي الله يرحمها توفت وهي بتاخد الولد عندها في الوقت اللي بكون فيه في الشغل. بس طبعا يعني ده وضع مؤقت، أنا عايزة أشوف حل على طول. والله بقى مفيش غير اللي أنا قلت لك عليه ده، هو الجواز، مفيش غير كده. ولو انت يا سيدي خايف ممكن تستنى وتستحمل على الوضع ده سنة ولا 2، يكون الولد شد حلو شوية ويبقى عارف وفاهم، واللي هتيجي دي لو فكرت تعمل له حاجة يبقى يقول أنا هسلم أموري لربنا، هو بس اللي يدبرها. والحمد لله أكيد ربنا مش هيجيب حاجة وحشة، هو عالم باللي أنا فيه. وفضل الوضع على كده مدة لحد ما الست العجوزة اللي كانت بتخلي ابن خالد الصغير معاها بنتها اتطلقت، وجت قعدت بعيالها التلاتة معاها. يوه يا ماما، هو احنا ما كانش مكفينا ولاد التلاتة والصداع اللي هم عاملينه ده عشان رايحة تجيب لنا عيل تاني من الجيران؟ بقولك ايه، انت من بكرة تقولي لابوه ما يجيبهوش تاني، يتصرف فيه يا ست، احنا مالنا، ما يلزمناش حاجة في الموضوع ده. يا بت انت قلبك جاحد كده ليه؟ يا شيخة خلي عندك رحمة، ده عيل يتيم الأم وملوش حد. وبعدين أنا مش بعمل كده علشان أبوه جابرني، بالعكس، ده أنا بعمل كده عشان الله يرحمها كانت هي اللي بتسأل عليا، وكانت بتخدمني، وكانت بتنزل تجيب لي طلباتي من السوق وتقف جنبي وتراعيني في الوقت اللي كنت بشحتك فيها عشان تطمني عليا حتى بالتليفون. وانتي يا اختي مشغولة في بيتك ومع جوزك، دلوقتي عايزاني اتخلى عنه رغم ان امه ما تخلتش عني؟ والله ما يحصل ابدا. بقولك ايه يا ماما، بلاش الكلام ده بقى، انا كنت عايزة احافظ على بيتي، ما كانش قصدي ان اهمل فيك. وبعدين انا ايه اللي كان عرفني يعني ان هو هيطلق؟ على العموم يا ستي اديني معاك اهو، وخلي الواد معاك طالما انت مش عايزه تفرطي فيه، اهو بيلعب مع العيال وخلاص، رغم ان سبحان الله تقيل على قلبي تقل ومانيش طايقاه. يا ستي مالكيش دعوه بيه، هو قاعد معايا أنا، وبعدين ابوه بيصرف عليه، وانا اللي بعمل له اكل وطلبات، ولا قلت لك جهزي له اكل ولا قلت لك غيريه. ما تتكلميش بقى في الموضوع ده تاني. خلاص يا ماما، هو انت مالك هبتي فيا كده ليه؟ محسساني ان الواد ده هو اللي صاحب البيت وانا وولادي الضيوف عندي. المفروض انك تفكري في مصلحتي ومصلحة عيالي قبل ما تفكري في الواد ده. الواد اللي بتتكلمي عنه ده
عندي أحسن منك ومن عيالك. انتي موجودة وعيالك لهم أب يصرف عليهم. أنا ولا ملزمة بيكي ولا بعيالي، إنما ده عيل يتيم. اللقمة اللي هياكلها ولا الضحكة اللي هضحكها في وشه هتكون سبب دخول الجنة؟ ولا انت مفكرة بقى اني ههمل في عيل يتيم واخد ذنب كبير زي ده عشان ارضيكي؟ لا، وعلى ايه؟ انا عارفة ان الكلام معاكي ما منوش فايدة. اقولك على حاجة يا ستي، انا هسيبلك الحتة كلها انت والواد اللي انت فرحانة بيه ده عشان ترتاحي، وهدخل اقعد في الأوضة جوه لوحدي. حنان ما كانتش طايقة الولد الصغير علشان مامتها كانت بتعامله احسن من عيالها، وكانت شايفة ان الدلع اللي مامتها بتديهوله ولادها اولى بيه. لكن يوم بعد يوم بدأت تشوف خالد ويتكلموا مع بعض كلمة ولا اتنين، لحد ما خالد عرف عنها كل حاجة وهي كمان عرفت عنه كل حاجة. بقول لك ايه يا فوزي، فاكر لما قلت لك اني لازم ارتبط بواحدة تاخد بالها مننا؟ انا بقى شفت واحدة كويسة، هي مطلقة، تبقى بنت الحاجة اللي انا قلت لك عليها، بتاخد بالها من ابني، اخلاقها كويسة قوي. بس يعني في مشكلة واحدة كده، هي عندها 3 ولاد، في منهم اللي اكبر من ابني وفي منهم اللي قده. انا مش عارف بصراحة، انا شايف ان هي مناسبة، وفي نفس الوقت خايف وجود اولادها يخليها ما تعرفش تهتم بابن. يا عم ده وجود ولادها ده اكتر حاجة كويسة، لانها مش هتميز ابنك عن ولادها. يعني بكل بساطة هي عندها كده كده عيال، فمش هتبقى شايفة يعني ان ابنك زيادة عليها، ولا هيقل راحتها في حاجة، ولا الكلام الغريب اللي بنسمعه من الستات ده. هي هتشوفه عيل صغير زي بقية ولادها، يعني هيبقى فرد من العيل، وده شيء مهم. يعني وجود ولادها ال3 هيبقى ميزة مش عيب. يعني انت شايف ان اتكل على الله واتقدم لها؟ انا بصراحة تعبت بقى وعايزة استقر، وشايف ان هي مناسبة انها تكون زوجة لي، ومناسبة كمان انها تكون ام الابن. اتكل على الله. النهاردة وانت رايح تاخد ابنك من هناك، اقعد اتكلم مع والدتها واكتب الكتاب في اقرب وقت. وانت عندك عفش المرحوم، يعني مش هتحتاجوا اي حاجة، يا دوبك كاتب الكتاب وهتتنقل عندك بهدومها، لا اكتر ولا اقل. وفعلا خالد سمع كلام صاحبه وقعد يتكلم مع حنان ومامتها في موضوع الجواز. بقول لك ايه يا حاج، انا كنت عايز اطلب من حضرتك جيت حنان بنتي. انا مش هلاقي احسن منكم عشان اناسبكم، ولا هلاقي احن من حنان عشان تبقى ام الابن. ايوه يا ابني، بس حنان لسه متطلقة من شهور، وانت عارف ان عندها 3 عيال، وانت محتاج واحدة تراعي ابنك. ما تأخذنيش يعني يا ابني، هي اللي معاها 3 عيال هتعرف تراعي عيل رابع؟ ما انا بخدم الولد هنا وبراعيه يا ماما، انا ما اقصدش حاجة والله يا استاذ خالد. بس انا يعني بقول لك اني من غير جواز خالص الولد هنا ابن وانا براعيه، وحتى لو اتجوزت واحدة تانية هيفضل ابن وهيفضل معايا ومش هسيبه ابدا. انا عارف حضرتك كنت بتحبي المرحوم مراتي قد ايه، وانا نفسي ابني يفضل قريب منكم دايما. انا مش هطمن عليه مع حد غيركم، وعشان كده انا فكرت في الخطوة دي. حضرتك عارفة ان الشقة عندي مليانة عفش زي ما هو، انا ما اتصرفتش في اي حاجة من عفش المرحوم الله يرحمه، والعفش يعتبر جديد، احنا ما قعدناش عليه غير 3 سنين بس، والمرحومة كانت محافظة جدا على كل حاجة. يعني انا مش هحتاج حاجة من الاستاذة حنان غير شنطة هدومها وبس. ايوه كل ده كويس، لكن انت يعني هتتجوزني من غير شبكة ولا ايه؟ هو في واحدة بتتجوز من غير شبكة؟ اظن يعني دي ابسط حقوق، مش كفاية اني هتجوز على عفش واحدة تانية؟ ده فرضا يعني اني وافقت. بصي، انا مش هكدب عليكي، هو انا موجود عندي دهب من بتاع المرحومة الله يرحمها، وده ورث ابني من مامته، فانا مش هقدر اتصرف فيه خالص، وما اقدرش حاليا اشتري لك ده. لكن في المستقبل لما ربنا يفرجها ان شاء الله انا عنيا ليكي. وعلى العموم خدي وقتك وفكري وردي عليا. واخد ابنه ومشي، وقعدت حنان ومامتها يتكلموا مع بعض. هو في ايه يا ماما؟ بقى الراجل جاي يتقدم لي رسم وانت اللي بترفضي من غير ما تاخدي رأيي كده؟ مش المفروض تشوفيني موافقة ولا لا؟ وبعدين مش ده اللي انت كنت عمالة تشكري فيه قوي؟ يبقى ايه بقى اللي يخليكي ترفضي دلوقتي؟ يا بنت انت مش طايقة الواد اصلا، وبتعامليه عندي هنا اوحش معاملة، يبقى هتعملي فيه ايه لما تبقي مرات ابوه؟ وبعدين من الاخر كده،
خالد مش عايز يتجوزك عشان سواد عيونك ولا حبا فيك، هو متقدم لك عشان خاطر ابني، وانا شايفه بقى انك مش هتراعي الواد، يبقى مفيش داعي منها الجوازه دي. يا ماما لا، انا بس بعامل الولد كده عشان احنا هنا، انما بقى لما يبقى مسؤول مني الوضع هيختلف. بس انا يعني اكتر حاجه مضايقاني انه مستخسر فيا الدهب بتاع المرحومه مراته. قال ايه؟ بيقول لي بتاع الولد الصغير. هو في ولاد بتاخد دهب برضه؟ انا مش فاهمه ايه التفكير بتاعه ده. وانت بقى عايزه تاخدي حق الواد اليتيم ليه؟ امه سايبها له. انت شكلك كده اتجننتي ولا حصل حاجه في دماغك؟ بقول لك ايه، انا مش موافقه على الجوازه دي. شوفي حالك بعيد عنه وعن ابنه وسيبيه، يمكن ربنا يرزقه بواحده تراعي ظروف اليتيم ده وما تطمعش فيه. يا لهوي انا عمري ما شفت ام وحشه زيك كده، بتفضل الغريب على بنتها. على العموم انا موافقه على خالد وهتجوزه، وبيروحي بقى قولي له بنتي وحش، اصل انا بكرهها ومش بحبها، وخليه يسيبني. انا مش هنسى ابدا انك كنت بتفضلي ام الواد ده عليا، ودلوقتي بتفضلي ابنها عن ولادي. ربنا يهديكي يا بنتي ويبعد عنك تفكيرك وشطانك ده، اصل عقلك ده هو اللي هيدمرك وهيوديكي في ده. وفعلا اتجوز خالد وحنان، وكان في الوقت ده عمر فارس ابن خالد حوالي 3 سنين تقريبا. كانت حنان بتعامل الولد أوحش معاملة، لكن طبعا من ورا خالد. وفارس كان لسه صغير ما يعرفش يقول لبابا حاجة. وفي يوم خالد رجع من الشغل لقى حنان لابسة الدهب بتاع مراته. ايه ده؟ ايه بس يا حنان اللي خلاكي تلبسي الدهب ده؟ انا مش قايلك ان الدهب ده يبقى ميراث ابني من والدته، وما ينفعش انك تلبسيه ولا تيجي ناحيته خالص. ده امانة عندي لحد ما ابني يكبر، ما ينفعش اللي انت عملتيه ده يا حنان. بالراحة بس يا خالد، انت مكبر الموضوع كده ليه؟ كل الحكاية يعني ان الدهب مركون في الدولاب ومحدش بيستفيد بيه. ايه بقى اللي يخليه يفضل مقفول عليه في صندوق؟ طب ما انا البسه في ايديا واتمتع بيه شوية، ولما فارس يكبر يبقى ياخده. هو انت يعني شايفني حرامية وهسرق دهب ابنك؟ يا حبيبتي انا ما قلتش عليكي حرامية، لكن دي مسألة مبدأ، لا تلبسيه ولا تتزيني بيه ولا تيجي ناحيته اصلا. يا حنان، اكل مال اليتيم عقوبته كبيرة قوي عند ربنا، وانا مش هستنى ربنا يعاقبني عشان خاطر ارضيكي. انا قايل لك من الاول وشرط عليك، لو سمحت اقلعي الدهب ده ورجعيه مكانه، وما تجبرنيش اني اخده اتصرف فيه واشيله بره البيت. ياه، ده انت مكبر الموضوع قوي. انا معرفش انك هتفهمني غلط كده. هي حصلت انك تتهمني اني هاكل فلوس ابنك؟ اتفضل يا سيدي، الدهب بتاع ابنك اهو، وبيتك كمان اهو. انا راجعه البيت ماما. انت بتعاملني على اني حراميه؟ والله ما هفضل في بيتك لحظه واحده. انا ما قلتش عليكي حراميه يا حنان، انت بتكبري المواضيع ليه؟ انت اتصرفتي من دماغي، وكمان انت اللي زعلانه. على فكره ما ينفعش كده ابدا، الامور ما تتاخدش كده، ومحدش بيعيش ولا في بيوت بتتعمر طول ما الزوج والزوجه بيمسكوا لبعض على الكلمه. لازم يكون في اسلوب حوار ونفهم بعض، مش نتخانق مع بعض كده. ولا نتخانق ولا حاجه. هو انت لما لقيت نفسك غلطان عايز تقلب الترابيزه عليا؟ انت كل اللي يهمك فارس ابنك والدهب وبس، هما الاتنين عندك اهم مني. ربنا يا اخويا يملاهم لك بركه، وانا بقى سايبه لك البيت وماشي. لما تبقى تعرف ان مراتك مش حراميه وان اللي هي بتقوله صح ابقى تعالى لي عند ماما. لكن طول ما انت مفضل ابنك وحاجته عليا يبقى مفيش داعي منها العيشه دي من اصل. يا حنان دي لو حاجتي انا كنت هديها لك بنفس راضي، لكن الحاجات دي ما تخصنيش، دي امانه عندي مش اكتر. عايزاني اخون الامانه عشان ارضيكي؟ انت بتضحك عليا ولا على نفسك؟ هي ايه دي اللي امانه عندك؟ وبعد ما ماتت بقى بتاعك، وحتى يا سيدي لو مش بتاعك وبتاع ابنك زي ما انت ما بتقول، طالما حاجه موجوده في بيتي هنا تبقى ملكي مش ملك حد تاني. ولا يبقى الدهب قدام عينيا محطوط في بيتي وفي دولابي وانت تحرمني المسه؟ والله ما يحصل ابدا. بعد اذنك يا حبيبي ابقى خلي ابنك ينفعك. واخدت بعضها وعيالها وراحت عند مامتها. وخالد اخد فارس ابنه ونزل يقعد مع صاحبه فوزي على القهوه. قال له دي غريبه قوي، انت اول مره من ساعه ما اتجوزت الاقيك جايب فارس ابنك معاك. هو ايه الحكايه؟ وكمان شكلك كده مش طبيعي، انت اتخانقت مع مراتك ولا ايه؟
انت عارف ان انا حاطط شرط عليها من الاول، ان الدهب بتاع المرحومه مراتي يبقى بتاع ابني. لكن هي بقى شايفه ان الدهب ده من حقها هي، وطالما موجود في البيت يبقى بتاعها. رجعت من الشغل ولقيتها لابساه، وعشان خليتها تقلعه وقلت لها لا، عملت مشكله وعملت مصيبه وسابت البيت ومشي، وبتقول لي طول ما الدهب ده في البيت يبقى بتاعي، ولو قلت كلام غير كده يبقى ننفصل وكل واحد يروح لحاله. وانا مش عارف اتصرف ازاي. اللي انت بتقوله ده في حل من اتنين وبس: يا اما تسيبها تلبس الدهب وخلاص، يا اما لما ابنك يكبر تبقى تاخده منها وتديهوله، يا اما تبيع الدهب وتحط فلوسه في البنك باسم ابنك، ولما يكبر يبقى يلاقي فلوسه موجودة. لا، مش هينفع بأي شكل من الأشكال أخليها تلبس الدهب، لأن على ما فارس ابني يكبر هيكون ولادها كمان كبر، ومش معقولة هتقول لهم إن الدهب اللي مامتكم لابساه في إيديها ده يبقى بتاع فارس وإنتوا ملكوش حق فيه. هيبقوا شايفين إن الدهب حقهم كلهم عشان مامتهم هي اللي لابساه وفارس ملوش حق فيه، ومش هتقدر تقنعهم بغير كده. وطبعا هي مش هتفضل ابني على ولادها، وأنا ساعتها مش هقدر أتكلم. يبقى الحل الأولاني مرفوض. أنا شايف إن الحل التاني هو اللي كويس. خلاص، يبقى هو ده اللي أنت تعمله. أنت بكرة تاخد الدهب وتبيعه وتفتح حساب في البنك باسم ابني، وتروح تصالحها وتقول لها إن الدهب ما بقاش موجود، وبكده الموضوع يتحل. إنما بقى هي لو صممت على الدهب يبقى هي طماعة زي كل الستات. ما أنت عارف، لحد الدهب وما بيبقاش فيه عقل في دماغهم أصلا، كأن الدهب والفلوس بتلغي عقلهم. خالد فكر في كلام صاحبه وفعلا عمل اللي هو قال له عليه، وتاني يوم أخد أجازة من الشغل وراح باع الدهب وحط فلوسه في البنك. وبعد كده راح لها عند مامتها: انت جاي ليه؟ مش انت شايف ان انا حرامية وسرقت دهب ابنك؟ يا ترى بقى جاي تتكلم مع الحرامية ليه؟ روح يا حبيبي اتجوز واحدة تكون شريفة وما تكونش طمعانة في ابنك ودهب. ملوش لازمة الكلام ده يا حنان، لو سمحتي بلاش تقولي حاجة عن لساني أنا ما قلتهاش. أنا ما قلتلكيش إنك حرامية ولا اتهمتك بحاجة. أنا متفق قدام مامتك من الأول إن دهب ابني ده خط أحمر، ومش هتمد إيدك عليه، وما ينفعش إن أرجع من بره ألاقيكي لابساه وحطاني قدام الأمر الواقع، وفي الآخر أنت كمان اللي زعلانة. كلامك عن إن الدهب بتاع ابنك ده أكتر حاجة بتعصبني، عشان دي حاجة موجودة في بيتي، وأي حاجة موجودة في بيتي تبقى بتاعتي وليا حق فيها. ده عيل صغير هيعمل إيه بالدهب؟ وقلت لك أنا مش هسرقه، أنا بس هلبسه أتزين بيه بدل ما هو مركون في الدولاب كده، ولما يبقى يكبر يا سيدي يبقى ياخده. يعني ولا سرقته ولا أنا حرامية، أنا مش هقبل إنه يفضل مركون كده. إيه الكلام الخايب اللي أنت بتقوليه ده يا حنان؟ يعني إيه طالما موجود في البيت يبقى بتاعك وليكي حق فيه؟ هو أنت عايزة تاكلي مال يتيم ولا إيه؟ بقى عشان تتزيني تاكلي مال الواد الصغير ويفضل ياكل في جسمك يا بنتي وتدخلي جهنم بسببه؟ هو ده كلام ناس عاقلين بالذمة؟ لو سمحت يا ماما، أنا بعرف أمشي بيتي بمعرفتي. كلامك ده هو اللي هيقوي خالد عليا ويحسسه إن أنا غلطان، وأنا بصراحة بقى مش مقتنعة لا برأيك ولا برأيه. ولو رجعت أنا هرجع بشرط واحد: إن أستعمل الدهب ده براحتي، يا إما بقى يروح يشوف له واحدة تانية توافق على كلامه ده، وده آخر كلام عندي. وأنا بقى عشان أريحك من الدهب اللي موجود في البيت ده، واللي أنت شايفة إنه طالما موجود في البيت يبقى حقك، أنا بقى بعت الدهب وحطيت فلوسه في البنك لابني. يعني خلاص ما بقاش موجود، وتنسي الموضوع ده خالص، وفكري في الموضوع براحتك يا بنت الحلال. وفي الأول والآخر أنت حر، بعد إذنكم. وسابهم خالد ومشي، وفضلت حنان قاعدة هتتجنن ومش مستحملة أي كلمة من مامتها، وكرهها زاد أكتر لفارس. يا بنتي هو أنت عايزة تطلقي لتاني مرة ولا إيه؟ وتفرجي الناس علينا؟ ما أنت متجوزة راجل كويس وخالد ابن حلال ومش مخليكي محتاجة حاجة، يبقى لزومه إيه بقى يا بنتي المشاكل اللي أنت عاملاها دي؟ ويا ريت كان حق، ده أنت غلطانة والغلط راكبك من فوقك لتحت. بقول لك إيه يا ماما، أنا مش غلطان وهو اللي غلطان. مش كفاية إن هو ما خلانيش أستخدم الذهب، لا وكمان راح باعه من غير ما أعرف ويحط فلوسه في البنك لابني. افرضي بقى أنا خلفت دلوقتي، مش عيالي ليهم حق في الذهب ده؟ عيالك انت ليهم حق في دهب امه ليه وبمناسبة ايه؟
وبعدين أنا عارفاكي غبية ومش هتقتنعي غير برأيك انت وبس. وأقولها لك من الآخر بقى، أنا المعاش بتاعي ما بقاش مستحمل، وانت ما بتعرفيش تشتغلي أي شغلان، وطليقك مصدق إنه يخلص منك ومن العيال، وما بيسألش فيكم بجنيه واحد حتى. وخالد من ساعة ما اتجوزك وشايل مصاريفك انت وعيالك، فيا إما ترجعي لخالد، يا إما لو ناوية تتطلقي يبقى تنزلي تشتغلي وتشيلي مصاريف عيالك انت يا حبيبتي. أنا مش هصرف على حد تاني. أنا المعاش بتاع أبوك الله يرحمه يا دوبك على قد علاجي ومصاريفي أنا وبس. بقى كده يا ماما، بقى بدل ما تقفي جنبي عشان خالد يتعلم الأدب ويعرف إن أنا عندي حق، بتلوي دراعي عشان تجبريني أرجع له. على العموم يا ماما كتر ألف خير، ده كان ناقص تطرديني من بيتك كمان. ما هو أنا لو شايفة إنك عندك حق في أي حاجة كنت وقفت جنبي، لكن أنا شايفاكي غلطان والغلط ماسكك من فوقك لتحت، يبقى أقف جنبك إزاي؟ ده انت يا بنتي اللي يسمع تفكيرك يقول ما عندكيش عقل اصلا. ارجعي لجوزك وبطلي قلة عقل وجنان بقى. حاضر يا ماما، انا هرجع له. اول ما يجي يتكلم معايا تاني هروح معاه على طول. ما انا عارفة انك ما بقيتيش طيقان، ومحدش كسر مناخيري ورجعني بالعافية غيرك انت. بس خليكي فاكرة انك اتخليتي عني، وانا هعرف ازاي بقى اخد حقي بمعرفتي. وبعد كام يوم رجع خالد تاني علشان يصالحها، وأول ما رجع لها رجعت معاه على طول، وكانت مبينة له إن الموضوع مش فارق معاها وإن خلاص عدى وانتهى، لكنها من جواها كانت فاكرة الموضوع كويس أوي، وكان مأثر عليها ومضايقها، وعشان كده كانت بتخرج كل كرهها وغلها في فارس الصغير. لو سمحتي يا ماما، أنا عايز حتة فراخ زي إخواتي، أنا ما أخدتش فراخ زيهم. اخرس يا ولا وبطل طمع، انت بتبص اللي في ايد اخواتك ليه؟ الاكل اللي قدامك بس هو اللي هتاكله، تحمد ربنا على اللي في ايدك وبس، واوعى تبص للي في ايد حد من اخواتك، ولو بصيت لهم في اكلهم اللي هعمله فيك ما شفتهوش قبل كده. انت فاهم ولا لا؟ بس ليه هم ياخدوا اكل اكتر مني وكمان ياخدوا فراخ؟ انا عايز زيهم. انت بتديهم كل حاجه وانا مش باخد غير اكل صغير وبس، وباخد الاكل اللي باقي منه. انا هقول لبابا، هقول له يجيب لي اللي انا عايزه. حسك عينك تجيب سيره لابوك. عارف لو قلت له انا هاخدك واحبسك في المنور الضلمه ده وهقفل عليك عشان الفيران ياكلوك، انت فاهم ولا لا؟ ولا اقول لك تعالى وانا اوريك عينه صغيره. وفعلا اخدته وحبسته في المنور الضلمه، وخرجته قبل ما خالد يوصل من شغل، وفضل الولد قاعد يعيط من الخوف والرعب لحد ما نام على نفسه. ولما رجع خالد من شغله سأل عليه، ايه ده؟ امال فارس فين؟ مش عوايده يعني ان هو ما يجيش يستقبلني من على الباب زي ما بيعمل؟ هو تعبان لا قدر الله ولا ايه؟ يا اخويا بالراحه على نفسك شويه. ايه، هو ما فيش وراك غير فارس وبس ولا ايه اللي تسأل عليه؟ وانا والتلات عيال دول ملناش قيمه عندك؟ على العموم يا اخويا ما تقلقش، اهو كل ودخل يا حبيبي ينام شويه، بعد ما لعب وشبع لعب سيبته ينام يرتاح شويه. بلاش تقلقه، مش انت بقى اللي اتأخرت بره، هنعمل لك ايه؟ وهو يعني انا اتأخرت بره بمزاجي؟ ما انت عارفة اني بقيت اخرج من الشغل بتاع الصبح على الشغل بتاع بعد الظهر. ولا انت ناسية بقى ان حضرتك حامل في توأم؟ ده غير الاربع عيال اللي عندنا، يعني هيبقوا ست، وانا مش عارف الحق على المصاريف منين ولا منين. يا حبيبي كل عيل بيجي برزقه، هو يعني انت اللي بترزق؟ ده ربنا هو اللي بيرزقهم ويبعت لهم رزقهم مع ولادتهم على طول. انت ما تقلقش. وبعدين انا كنت حابة يعني اني اجيب عيل علشان يربط فارس بولادي ويبقى كلهم اخوات مع بعض، لكن ربنا بقى اراد وجم توأم. هعمل ايه يعني في دي؟ هقول لا؟ لا يا ست عادي، انا بس بقول على المصاريف. انت شايفة ان انا مش ملاح، بس ربنا يفرجها. اديني بطلع من شغل على شغل، وان شاء الله ربنا يسهل ويعيني ويقويني واقدر اصرف عليكم. وعدت شهور الحمل وولدت التوأم، ويدوب ما عداش سنتين وحملت للمرة التانية وبرضه في توأم. انت اتجننتي ولا حصل حاجة في دماغك؟ ما انا قايل لك تاخدي بالك. هو انت عايزة تعملي فيا ايه بالظبط؟ ده انا بقيت اشتغل اكتر من 15 ساعة في اليوم ومش مكفي مصاريف الست ولاد، تقومي تحملي في توأم تاني؟ انا هتصرف منين وهلحق عليكم منين؟
ده كده هيبقوا 8 عيال. حرام عليك، انت ما بتفكريش فيا خالص ليه؟ الله، هو انا مالي يعني؟ هو انا كنت جبتهم لوحدي؟ ده نصيب. وبعدين بلاش تحملني ذنب حاجة انا ماليش ذنب فيها. هو انا كنت عايزة كده؟ انا حملت بالصدفة مش اكتر. وبعدين كل عيل بيجي برزق. ايوه، لكن ربنا ادانا عقل. ما ينفعش ان احنا نمشي من غير عقل ونقول ربنا هيرزقنا. هو ربنا قال نخلف 8 عيال واحنا ماديا ما نقدرش عليهم؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انت عندك حق يا ابني، هي غلطانة انها ما عملتش حسابها. لكن هي دي إرادة ربنا، وخناقكم دلوقتي مش هيغير حاجة. بالعكس، المشاكل اللي بينكم هتضركم مش هتفيدكم. انتوا لازم تفكروا هتمشوا اموركم ازاي من غير مشاكل ولا خناق، لان عمايلكم دي هتأثر على العيال ومش هتحل حاجة. فعلا الكلام مفيش منه فايدة. اتكلمت معاها من اول جوازنا وقلت لها كفاية الولاد اللي عندنا، انا مش عايز ولاد تانيين. وحملت وقلت خلاص، اهي مرة وبس وما تجيبش تاني. وما سمعتش الكلام وحملت المرة التانية. بس انا بقولها لك اهو، لو فكرتي تخلفي مرة تانية بعد اللي في بطنك دول انا هطلقك. وابقي شيلي مسؤولية ال7 عيال انت بقى، وشوفي هتصرفي عليهم منين. شايفة يا ماما؟ شايفة كلامه اللي بيقوله؟ بقى ده ينفع؟ ده العيال دول رزق من ربنا، حد يقول للرزق لا؟ ولا برضه هتدافعي عنه وتيجي في صف وضدي زي ما بتعملي كل مرة؟ يا بنتي الدنيا غالية، واللي معاه عيل واحد دلوقتي بيبقى مش عارف هيصرف عليه ازاي، وانتوا دلوقتي هيكون معاكم 8 عيال، وجوزك خايف ما يقدرش يكفيه، وانت كمان اللي شايفة ان هو اللي غلطان. يا بنتي ده جوزك شايل الهم من كتر ما هو مش ملاحق يصرف على البيت، ومن يوم ما اتجوزك وشكله كبر وبقى عامل زي اللي عنده 60 سنة. انت ليه يا بنتي مش مقدرة ظروف؟ يا ماما انا ما كنتش اقصد ان اشيله هم زيادة، انا بس قلت العيال بتسند بعض. وبعدين ده خلاص، كلها كام سنة والعيال هتكبر وتساعد. يعني انا ابني الكبير دلوقتي عنده 12 سنة، وفارس ابن خالد بقى عنده 8 سنين. يعني خلاص كلها 5 سنين بالكتير ويطلعوا يساعدوه، او يطلعوا حتى من دلوقتي، هم مش صغيرين. يا لهوي، حرام عليك يا بنتي، عايزة تشغلي عيل عنده 8 سنين وتشغلي ابنك الصغير اللي عنده 12 سنة؟ يعني يوم ما تفكري في حل تفكري في حاجة تدمر العيال. بقولك ايه، يا ريت ما تفكريش خالص وسيبي خالد هو اللي يدير البيت، عشان تفكيرك انت هيدمر الدنيا. وفضلوا يتكلموا مع بعض لحد ما مامتها تعبت من الكلام معاها وسابتها ومشي. وعدت الأيام والشهور وولدت حنان وخلفت ولدين توأم. وبكده بقى معاها من خالد 3 ولاد وبنت، ومن جوزها الأولاني ولد وبنتين. بقولك ايه يا حنان، احنا دلوقتي بقى عندنا 8 عيال والمصاريف زادت قوي، وانا ما بقتش ملاحق عليهم. وعشان كده بقى انا قررت اسافر واشوف حظي بره، وان شاء الله ربنا يكرمني واقدر ابعت لكم فلوس تكفي الولاد. ما فيش حاجة اسمها اسافر اجرب حظي، في حاجة اسمها جايلك شغل كويس بمرتب كويس. ولو هنا زي هناك يبقى اقعد هنا جنبنا وخد بالك من عيالك احسن. لا طبعا، انا مش مسافر اجرب حظي ولا حاجة. الموضوع كله إن في واحد صاحبي بيشتغل هناك وجاب لي شغل كويس. صحيح مش هنقدر نحوش منه، بس على الأقل هنقدر نصرف منه على العيال وعلى البيت بشكل كويس. بس في حاجة بقى، أنا احتمال معرفش أنزل أول 5 سنين، الشغل صعب قوي، وهيحتاج أقعد هناك الفترة دي كلها عشان أثبت نفسي، وكمان عشان الإقامة، وهو كمان أوفر فلوس النزول والمروح والمجي. أنا بس حبيت أعرفك من الأول عشان ما ظلمكيش معايا. يا حبيبي روح وربنا يوفقك، وما تقلقش على العيال، ده انا هشيلهم في عينيا الاتنين. وفعلا سافر خالد، وكان بيطمن منها كل فترة على الولاد من غير ما ينزل اجازة، لان تكاليف السفر والمروح والمجي كانت مكلفة جدا بالنسبة له، وهم كانوا محتاجين لكل قرش علشان يقدروا يصرفوا على الولاد دي كلها. كانت فلوس شغله يا دوبك مكفية ال8 ولاد بالعافية. وتمر الأيام ويوصل ابنها الكبير لسن 14 سنة. يا ابني هو انت مغلبني ومطلع عيني ليه؟ انت كل سنة بتاخد السنة في 2 و3، ده انت بقى عندك 14 سنة دلوقتي، يعني المفروض انك في تالتة اعدادي.
لكن حضرتك بقى كل سنة بتاخدها لي في 2 وفي 3، وعشان كده لسه في ابتدائي وانت بقيت زي الشحط كده. لا، أنا النظام ده ما ينفعنيش يا ماما. أنا بصراحة كده ما بحبش التعليم، أنا عايزة أطلع أشوف أي شغلانة. أنا قلتلك من الأول أنا مش غاوي الكلام ده، وانت بقى اللي مصممة إني أفضل في المدرسة. يا دي الحسرة عليا يا ابني، ده فارس ابن جوزي قرب يحصلك في المدرسة وبيطلع كل سنة من الأوائل. يبقى شكلك إيه بقى دلوقتي؟ ده أنا مكسوفة منه ومش قادرة أحط وشي في وش حد بسبب فشلك ده. ريحي نفسك بقى، أنا مش رايح المدرسة تاني، والموضوع بالنسبة لي كده منتهي. انت كل ما تتكلمي هتفضلي تقولي لي فارس ناجح، فارس كويس. انا مش غيران منه يا ماما، هو بس بيحب التعليم، لكن انا ما بحبوش. وكل واحد بقى حر يختار اللي هو عايزه. خلاص، طالما ده اخر كلام عندك يبقى هشوف لك ورشة تروح تشتغل فيها، وهي الفلوس اللي هتجيبها تساعدنا على المعايش، احنا اولى بيها طالما انت ما عندكش دم. وفعلا راحت شافت ورشة علشان ابنها يشتغل فيها، وبالمرة شافت ورشة كمان لفارس علشان تطلعه من المدرسة هو كمان ويشتغل معاه. أرجوك يا ماما ما تطلعنيش من المدرسة، أنا بحب التعليم ومش عايز أطلع من المدرسة دلوقتي. أنا عايز أفضل في التعليم، وأوعدك إن أنا مش هسقط أبدا. أنا هذاكر كويس وهجيب درجات حلوة. أنا نفسي أطلع دكتور يا ماما. بقى أنت عايزني أسيبك أنت في التعليم عشان تطلع دكتور وابننا يطلع حتة ميكانيكي؟ أبدا، عمرها ما تحصل. لازم انت كمان تطلع من التعليم. انت مش احسن من ولادي ولا هتبقى احسن من اي حد فيهم، ولو حد فيهم هيبقى قليل يبقى انت اللي تكون اقل منه، وانت اللي تحتاج له مش هما اللي يحتاجوا لك. طب انا لما بابا يتصل علينا انا هقول له على كل حاجة عشان ما يطلعنيش من المدرسة. يا سلام يا اخوي، ما هو بابا هو اللي قايل لي اطلعك من المدرسة. وبعدين انت لو قلت له انت هتشوف انا هعمل فيك ايه. انا هكسرك، همشيك من البيت ده ومش هخليك تشوفه تاني ابدا. وفضل فارس يعيط ويترجاها، لكن هي صممت انها تخرجه من المدرسة. واخر محاولة ليه كانت ان هو يكلم مامتها تتوسط له، لكن ما كانش فيه اي فايدة. يا بنت، يا بنت اتقي الله، الواد شاطر في المدرسة وبيطلع كل سنة من الاوائل، ليه تاخديه بذنب ابنك الفاشل اللي مفيش منه رجع؟ كل واحد يختار طريقه بنفسه. يا بنتي حرام عليك، انت هتتحاسبي على اللي بتعمليه ده. اخر كلام عندي انا قلته، الواد ده خلاص ما بقاش ليه لازمة في التعليم بعد كده. حتى لو ابني رجع التعليم تاني هو خلاص مش هيرجع، مش هيروح المدرسة مرة تانية. يتعلم له صنعة احسن له 100 مرة. هو يعني هيفضل في التعليم يعمل بيه ايه؟ طب وهتقولي ايه بقى يا بنتي لجوزك لما يعرف؟ هو انت مفكراه هيقبل انك تطلعي ابنه من التعليم رغم ان هو عارف ومتأكد ان ابنه متفوق؟ بلاش تعملي مشاكل يا بنت. وهيعرف منين اذا كان هو ما يعرفش فارس ابنه في سنة كام؟ ودي مسافر اهو، ويا عالم هيرجع امتى. وانت يا فارس اقسم بالله لو قلت لباباك انك طلعت من المدرسة ورحت ورشة هتشوف انا هعمل فيك ايه. مش هخليك تشوف باباك مرة تانية ولا تشوف اخواتك تاني. هاخدك وارميك بعيد عن البيت خالص واخلص منه. كانت مربية الولد على الخوف والتهديد، وعشان كده نفذت كلامها وطلعته فعلا من المدرسة وبقى يروح يشتغل في الورشة. وعلشان هي كان قلبها مليان غل من ناحية الولد ودته ورشة كده أي كلام من بتوع لعب البلاستيك بتوع الأطفال. أما ابنها ودته ورشة ميكانيكا علشان يتعلم له صنعة كويسة. كانت مفكرة إنها كده بتضيع مستقبل الولد حتى في الصنعة. لكن بعد سنتين بس كان فارس أتقن المهنة جدا وعارف كل حاجة فيها من شدة ذكاء. وفي يوم وهم متجمعين كلهم عند مامة حنان كان قاعد بيتكلم مع جدته. أنا عايزة أقولك على حاجة بقى يا تيتا هتفرحك قوي. تعرفي إن أنا اتعلمت الصنعة اللي أنا فيها دي وبقيت شاطر فيها قوي، لدرجة إن الأسطى بتاعي نفسه هو اللي بيشهد لي بكده، وقال لي إن أنا قدرت أتعلم في السنتين دول اللي الناس بتقعد سنين تتعلم فيه. وخلاص أنا بقيت أسطى من ضمن أسطوات الورشة عنده، رغم إن أنا عندي 12 سنة بس ما بقيتش محسوب من الصبيان، بقيت أسطى معاه. برافو عليك يا فارس، طول عمرك يا حبيبي ذكي ونبيه، وأنا عارفة إنك هيبقى لك مستقبل حلو قوي.
إن شاء الله يا ابني ربنا يكرمك ويقف جنبك وما يفرحش فيك حد. قول لي بقى، ناوي على إيه؟ بصراحة كده يا تيتا، أنا كنت بفكر أتكلم مع بابا وأخليه يفتح لي ورشة لحسابي. يعني طالما اتعلمت المهنة دي يبقى أشتغل بقى وأحاول أعمل مستقبل لنفسي من دلوقتي. نعم يا روح أمك، عايز تفتح ورشة وتبقى صاحب شغل وليك دخل وانت عندك 12 سنة؟ ده ازاي يا حبيبي؟ ده لا يمكن يحصل أبدا، ده على جدتي الكلام ده. أنا كنت مودياك ورشة بلاستيك ومفكرة إنك مش هتعرف تعمل حاجة، تقوم تتعلم لي الصنعة في سنتين، وابني الخايب لحد دلوقتي ما يعرفش حاجة في دنيته. هو أنا يا رب بختي مايل كده ليه؟ ما تلمي نفسك يا بت بقى، هو إيه الغل اللي في قلبك ده؟ ما كل واحد بياخد نصيب. بلاش تتكلمي الكلام ده قدام العيال عشان ما تخليهمش يكرهوا بعض من دلوقتي. هما في الأول والآخر إخوات، وهما اللي باقيين لبعض. يا ماما الموضوع ده ملوش علاقة بذكائي أو إن أخويا لا سمح الله أقل مني. كل الحكاية إن الميكانيكا والخراطة والحاجات الخاصة بالعربيات دي الشغل فيها بيبقى تقيل وبياخد وقت وسنين على بال ما يتعلموا. لكن الورشة اللي انت وديتيني فيها دي سهل، كلها تسييح بلاستيك ومكابس مش أكتر. يعني مش محتاجة ولا ذكاء ولا تعليم، الموضوع بسيط يعني. ولو وليد هو اللي كان راح مكاني كان زمانه اتعلمها من بدري. وبعدين أنا لو فتحت ورشة الدخل اللي هيجي كله هيبقى مع حضرتك، وتقدري تصرفي منه على البيت براحتك، وما نبقاش محتاجين إن بابا يفضل مسافر بعيد عننا كده. ده احنا بقالنا سنتين دلوقتي ولا أكتر محدش فينا شافه. لا 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 لا، الشغلة اللي انت فيها دي مش عاجباني، انت هتسيبها وانا هشوف لك حاجة تانية تتعلمها. انا عايزاك تتعلم صنعة كويسة كده، سيبك من شغل البلاستيك والقرف ده. ده حتى ريحة البلاستيك كده توجع صدرك، انا خايفة عليك. طب ايه رأيك يا ماما اخد رأي بابا في الاول؟ هو احنا كل حاجة هنعملها كده مش هنقوله عليها؟ انا هاخد رأي بابا، مش معقولة يعني اتنقل لصنعة تانية من غير ما هو يعرف. وبعدين دي صنعة سهلة قوي وانا بقيت قسطة فيها. بقول لك ايه بقى، ما تخوتش دماغي، ابوك سايبكم امانة في رقبتي، واللي انا اقول عليه هو اللي يحصل. وياك تكلم ابوك في كلمة واحدة وهتتنقل من الصنعة دي غصب عني. انا هشوف لك حاجة تانية تكون صنعة تقيلة كده زي اخوك، حاجة عليها القيمة، مش تبقى بتاع بلاستيك. يا شيخ بلا وجع قلب. يلا يلا قوم اخفى من قدامي والعب مع اخواتك، ما تفضلش قاعد على قلبي هنا كده، بلا قسطة بلا زفت. يا بنتي اتقي الله، مش كفاية ضيعتي مستقبله في التعليم، كمان عايزة تقعديه من الصنعة اللي اتعلمها وعايزة تنقليه في واحدة تانية؟ هو انت عايزة ايه بالظبط؟ هو انت عايزة تدمري الواد ده بأي طريقة؟ ايه يا بنتي، انت ما عندكيش لا قلب ولا رحمة ليه؟ انا برضو اللي ما عنديش قلب، انا برضو اللي ما عنديش رحمة. انا مش عارفة بيحصل معايا ده كله ليه. يعني ابني الكبير خايب في المدرسة، اوديه صنعة مش نافع فيها وخايب فيها برضه، واخواته البنتين التانيين ما نفعوش في التعليم هم كمان، والباقي يا دوبك بزقهم زق بالعافية على التعليم. وده كل ما احطه في حاجة يمشي فيها زي القطر، وهي دي بقى ما تبقاش حرق الدم، وفي الاخر تقولي لي ان انا اللي ظلماه. يا اختي ما طلعش زي اخواته ليه؟ اشمعنى ده اللي طلع ذكي قوي كده؟ اهو يمكن ربنا بيعوضه عن قسوتك وقلة عقل. يا بنتي يا بنتي خلي عندك قلب، ده الواد بيقولك يا ماما مكسب الورشة كله هيبقى ليكي انت، خديه، ده الواد تحت جناحك، عامليه بما يرضي الله واعتبريه ابنك، عشان حتى لما تكبري في السن يبقى فيه عيل حنين وياخد بإيديكي ويفتكر لك الحلو، بدل ما انت عمالة تزرعي في قلبه القسوة من ناحيتك كده. مش عايزة منه ولا حنية ولا فلوس، أنا كل ما هبصله هفتكر إن هو شاطر، وهفتكر خيبة عيالي، هفتكر إن قلبي وجعني عليهم قد إيه، وإن هو أشطر منه، لازم يبقى زيه زيهم. وأنا بقى كفاية عليا يا أختي حنية عيالي، أنا مش عايزة حنية لا منه ولا من غيره. وفعلا نفذت اللي في دماغها ونقلت الولد ورشة خراطة للحديد. وبعد فترة مامتها تعبت قوي، لكنها ما طولتش كتير، يا دوبك كام شهر وتوفت، وما بقاش في حد مع فارس يدافع عنه. وعدت السنين وخلصت ال5 سنين، وبابا فارس رجع من السفر. كان فارس في الوقت ده وصل ل15 سنة، وفاجئهم خالد إن هو رجع من السفر.
ايه ده؟ انت ايه اللي خلاك تاخد اجازة من الشغل وتيجي دلوقتي؟ هو انت مش عارف ان البيت محتاج فلوس ولا ايه؟ مش الفلوس اللي صرفتها في الطيارة دي كان بيتك وولادك اولى بيهم؟ ايه يا وليه الاستقبال ده؟ بقى هي دي حمد لله على السلامة؟ ده انا ما خدتش اجازة دلوقتي من يوم ما سافرت، بقالي 5 سنين وطلعان عيني في الشغل بشتغل ليل ونهار، وجاية تستقبليني وتحاسبيني على حتة الأجازة اللي أخدتها بعد 5 سنين غربة؟ ده بدل ما تقولي لي نورت بيتك ووحشتني. أنا ما قصدتش حاجة والله، أنا بقول لك يعني إنك ما عرفتنيش إنك جاي. حمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طمنيني عليكم، طمنيني على العيال عاملين إيه، وعاملين إيه في مدارسهم، ووليد عامل إيه في الشغل بتاعه. على فكرة أنا ما كنتش موافق على فكرة إن هو يطلع من المدرسة دي، لكن أنت بقى اللي صممتي، وأنا بريء من ذنبه. ده القسط بتاعه مبسوط بيه قوي، الحمد لله، بقى صنايع، وبكرة ربنا يكرمه ويفتح ورشة. بدل ما هو يعني ما كانش ماشي في التعليم، كنت هخليه يقعد يعمل ايه بقى في التعليم. وفضلوا قاعدين مع بعض يتكلموا وهو يطمن منها على أحوالها وأحوال الولاد، وكل ما سيرة فارس تيجي في الكلام كانت تتوه في الكلام وتقول له أي حاجة، لحد ما الولاد رجعوا من المدرسة ما عدا فارس، ودخلوا وانبسطوا جدا بوالدهم وقعدوا يسلموا عليه ويرحبوا بيه. وبعد السلامات والأحضان واطمن عليهم واطمنوا عليه. ايه يا ولاد، انتوا كلكم رجعتوا من المدرسة واخوكم فارس لسه مرجعش معاكم ليه؟ مش المفروض انكم بترجعوا مع بعض؟ انا اللي اعرفه ان مدارسكم كلها قريبة من بعض، ايه اللي خلاكم تسيبوا اخوكم وترجعوا لوحدكم؟ يا بابا احنا مدارسنا جنب بعض، لكن الورشة بتاعت فارس بعيدة قوي عننا. ايه بقى اللي هيخلينا نروح المسافة دي كلها عشان نجيبه معانا؟ وكمان القسط بتاعه مش هيسيبه دلوقتي، ده لسه ما بيرجعش البيت غير بعد المغرب. ايه الكلام اللي انا بسمعه ده؟ ورشة ايه وقسطة ايه؟ انتوا بتتكلموا على ايه بالظبط؟ انا بسألكم عن اخوكم فارس مش وليد. هو مش اخوكم فارس في المدرسة معاكم؟ يبقى ورشة ايه بقى اللي بتتكلموا عليها وقسطة مين ده؟ انا مش فاهم حاجة، حد فيكم يفهمني. يا دي النيل، يا اخويا سيبك منه، ادخل يا واد انت وهو جوه، بلاش الكلام الفاضي بتاعكم ده. ابوكم لسه راجع من السفر وتعبان، انتوا هتصدعوه من اولها كده بكلام فارغ. ايه في ايه؟ انت مالك دخلتي الولاد جوه ليه وما سبتهمش يشرحوا لي فيه ايه؟ فهميني بالظبط ايه الموضوع، وليه فارس بيروح ورشه وما بيروحش مدرسته؟ ايه الكلام اللي العيال بتقوله ده؟ انا انا ماليش علاقه بالموضوع ده. ابنك يا اخوي، ابنك هو اللي قال لي انا ما بحبش التعليم ولازم اطلع واروح ورشه انا كمان. وانا كنت هعمل ايه يعني؟ سبته يعمل اللي هو عايزه، انا مش هغصب على حد، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ لا طبعا، انا لما يجي هشوف لي صرفه معاه وهرجعه مدرسته غصب عنه. يعني ايه يطلع من التعليم؟ ده كان شاطر ومتفوق ومن الاوائل. ومن امتى بقى الكلام ده ان شاء الله؟ بقى كده يا حنان؟ يعني انا عشان سايبهم امانه معاكي تقومي انت تسيبي كل واحد يعمل اللي هو عايزه ويضيع مستقبله براحته كده من غير حتى ما تاخدي موقف ولا تقولي لي؟ بقول لك ايه، انت هتشيلها لي انا؟ لما يجي ابنك يبقى كلمه، انا يا اخويا ماليش علاقه بالموضوع ده. هو انت كل حاجه هتجيب الذنب عليا انا؟ انا سايبه اللي يتعلم يتعلم واللي ما يتعلمش ما يتعلمش. وابنك ما بيسمعش كلام، ده عيل قليل الادب وبيرد عليا الكلمه بكلمتها. وفضل الاب قاعد شايط وزعلان ومستني ابنه بفارغ الصبر. وبعد شويه رجع فارس من شغله وقابلته حنان على باب الشقه من غير ما ابوه يشوفه. بقول لك ايه يا فارس، ابوك رجع من السفر وعرف انك طلعت من المدرسه، وانا قلت له انك انت اللي عملت كده وان انت اللي كنت عايز كده. لو عارف ان انا اللي طلعتك البيت هيتخرب وابوك هيطلق وانا واخواتك هنترمي في الشارع بسبب. لو انت بقى عايز البيت يتخرب دي حاجه تانية. شوف بقى انت هتعمل ايه مع ابوك، يا اما تقول له ان انا اللي طلعتك ونتطلق انا وهو دلوقتي ونمشي انا واخواتك، يا إما بقى ترضى بالأمر الواقع واللي حصل حصل خلاص وتقول له إنك أنت اللي كنت عايز كده عشان مصلحة إخواتك. شوف أنت بقى، هتكون أناني وتفكر في نفسك ولا هتفكر في إخواتك؟ وسمع فارس كلامها وسابها من غير ما يرد عليها ودخل لباباه ولقاه قاعد زعلان جدا وبدأ يزعق معاه.
انت ازاي تطلع من المدرسة من غير ما تقولي؟ هو انت مش عارف ان انا بتمنى اشوفك حاجة كبيرة يا ابني؟ ازاي تعمل كده؟ ده انا ليل ونهار بحلم باليوم اللي اشوفك فيه حاجة كبيرة، تقوم انت تدمر لي املي فيك بالشكل ده. يا بابا كل واحد بياخد نصيبه، وبعدين الموضوع ده مش مستاهل كلام دلوقتي. انا خلاص قربت اتعلم المهنة اللي انا فيها، ومش لازم يعني الحاجة الكبيرة تكون في العالم وبس. كل واحد بياخد نصيبه، وانا اخدت نصيبي خلاص يا بابا. لا، انا مش هقبل بالكلام ده. انت لازم ترجع مدرستك. لو على السنة دي يا سيدي مش مهم، السنة الجاية تعوضها. انا هرجع اقدم لك تاني في المدرسة وتكمل دراستك. حرام يا ابني، انت كنت متفوق قوي. مين اللي ملا مخك بالكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ يا بابا اكمل ايه بس؟ هو حضرتك فاكر ان انا لسه خارج السنة دي؟ يا بابا ده انا خارج من المدرسة بقالي 5 سنين، يعني خلاص ما بقاش فيه فايدة. مش هينفع ارجع اكمل دلوقتي. انت بتقول ايه؟ يا دي المصيبة، 5 سنين! 5 سنين وانا نايم على وداني ومحدش قايل لي. وبعدين شغل ايه اللي اشتغلته ده وانت عندك 10 سنين؟ وطلع في دماغك ازاي انك تشتغل؟ ولا يكون حد اجبرك على كده؟ قول لي يا ابني، لو هي اللي عملت كده قول لي، وانا مش هخليها على ذمتي تاني دقيقة واحدة. انا كده كده زهقت منها ومن عمايلها، وبعد ما حضرتك تطلقها واخواتي يتشردوا في الشارع، انا بقى هستفيد ايه ساعتها؟ هرجع للتعليم؟ ما خلاص يا بابا، اللي ضاع من عمري مش هيرجع تاني، واللي حصل حصل. مفيش داعي بقى انك تضيع اخواتي كمان. فكر فيهم يا بابا، وربنا ما بيجيبش حاجة وحشة. انا واثق ان شاء الله ان ربنا هيكتب لي الخير. وفضل الاب يحاول يقنع في الولد، والولد مصمم على رأيه، وهو اللي كان عمال يقنعه ان خلاص مفيش فايدة، وان هو شايف ان هو هيبقى حاجة كويسة قوي في الصنعة اللي بيتعلمها. لحد ما الاب اقتنع بكلام ابنه وسكت علشان خاطر اولاده. لكن في نفس الوقت ما كانش طايق مراته، وكان بيتعامل معاها بالعافية علشان خاطر الولاد مش أكتر. من ساعة ما عرف إن هي السبب في ضياع مستقبل ابنه. وخلصت الأجازة ورجع خالد تاني سافر، لكن للأسف من كتر الشغل والهم والحزن جاله المرض، وفضل هناك في السفر تعبان وحالته بتتدهور لحد ما عدى 3 سنين على الحال ده. ومن كتر تعبه اتوفى خالد في غربته. كان في الوقت ده فارس بقى عنده 18 سنة، وأصغر واحد في إخواته عنده 15 سنة. واتفاجئ فارس تاني يوم وفاة باباه إن مرات باباه مجهزة له شنطة هدومه جنب الباب. بقول لك إيه يا ابني، أنا جهزت لك هدومك أهو، تاخد بعضك بقى وتمشي من البيت. من هنا ورايح مالكش قعاد في البيت معايا هنا. أنا عايز أعرف أربي عيال، وأنا مش حمل مصاريف شحط زي اللي كان لك. خلاص راح من هنا، وهو بقى اللي كان بيني وبينه، ومن هنا ورايح مفيش صلة ما بيني وما بينك تاني. شوف بقى طريقك بعيد عننا. يعني ايه الكلام ده يا ماما؟ هو انا هبقى حمل عليكي في ايه؟ ده انا بشتغل وهساعدك في مصاريف اخواتي، وبعدين ده بيت ابويا، انت ازاي تطرديني منه؟ ده لسه متوفي امبارح. طب كنت اصبري، اصبري حتى لما يعدي شهر ولا 2. ولا شهر ولا 2، انا اللي عندي قلته. انا مستحملك وربيتك العمر ده كله، وانت دلوقتي بقيت صنايعي وبتكسب، تقدر بقى تشيل نفسك بعيد عني. انما تقعد معايا هنا؟ لا، مش هتقعد. ايه يا ماما الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انت ازاي تطردي اخونا من البيت؟ هيروح فين يعني؟ حرام عليكي يا ماما، بقى احنا ال7 قاعدين معاكي هنا، وفارس هو اللي هيكتر عددنا ومش هينفع يقعد معاكي. انت بتقولي ايه؟ انا مش عايزه كلام من حد. انا هنا كبرت البيت، واللي اقوله هو اللي يمشي، وانا اللي اقول مين اللي يقعد ومين ما يقعدش في البيت. ويا ريت بقى اللي في قلبه شويه حنيه يخليهم لنفسه. انا ربيتك وكبرتك وخليتك صنايعي عليه القيمه، وكفايه عليا بقى لحد كده. يا ابني اطلع بره يلا وما تفرجش علينا الجيران. انت خلاص ملكش مكان ولا عيشه معانا هنا، والبيت ده مش بيتك بعد كده. انا مش عايزاك تفكر ان انا وحشه، بس انا عايزه اربي اخواتك، هم كلهم ولادي انا، وانت الوحيد اللي مش ابن، وعشان كده ما ينفعش تقعد معايا. على العموم يا ماما شكرا، وانت عندك حق، ما ينفعش نفرج الناس علينا، خصوصا ان الشقه في كل الاحوال ايجار، يعني الموضوع مش مستاهل. وعلى العموم مهما كرهتيني
أنا طول عمري بعتبرك زي والدتي، ووقت ما تحتاجيني هتلاقيني جنبك. بعد إذنك يا ماما. وساب لها فارس البيت وراح الورشة اللي هو بيشتغل فيها، وقعد يتكلم مع القسطى بتاعه. وهو ده اللي حصل يا اسطى، اللي أنا بحكيهولك ده بالظبط. وما لقيتش مكان تاني أروح، جبت شنطة هدومي وقلت هبات في الورشة هنا لحد ما أبقى أدور على أوضة فوق السطوح ولا أي حاجة أقعد فيها وأبقى أدبر أموري. بقول لك إيه يا فارس يا ابني، أنا في كل الأحوال كنت أصفي الشغل وجايلي سفرية حلوة بره، وأنا أقدر أخدك معايا. مطلوب ناس هناك كتير، وأنت بسم الله ما شاء الله عليك شاطر وفهلوي، ومش هلاقي أحسن منك للسفر ده. ها، قلت إيه؟ إزاي بس أسافر يا اسطى؟ ده أنا والدي لسه متوفي، وإخواتي في منهم اللي لسه في التعليم. تقدر تقولي بقى هسيبهم لمين؟ وافرض احتاجوا لحاجة ولا حاجة، مين هيقف جنبهم؟ يا ابني بلاش الطيبة والعبط اللي انت فيه ده. وبعدين يا سيدي، لو هتفكر فيها من ناحية الوقوف جنب اخواتك فسفرك أفضل حل ليه. لما تسافر وتعمل لك قرشين وتعرف تعمل مستقبل هتقدر تقف جنب اخواتك. إنما بقى تقدر تقولي الأجرة اللي بتاخدها من الورشة هنا أو حتى من أي ورشة تانية هتقدر تفتح لك بيت لنفسك حتى، وكمان تصرف منه على اخواتك؟ فكر في الموضوع صح عشان ما ترجعش تندم. وفكر فارس في كلام القسطى بتاعه، ولقى إن فعلا عنده حق، وإن ما ينفعش يسيب نفسه كده. وبدأ يجهز الأوراق بتاعته وسافر مع القسطى بتاعه من غير ما يقول لحد. في كل الأحوال مرات أبوه كانت منعاه إنه يدخل الشقة، وما كانش ليه حد إلا هي وإخواته، وكده كده هي ما كانتش عايزة تعرف عنه أي حاجة. وسافر فارس واشتغل، وربنا فتحها عليه لأنه كان شاطر وذكي، وكان بيستوعب بسرعة، وكان حريف في مهنته لدرجة إنه قدر في وقت قصير يأسس ورشة خراطة لنفسه، وكمان ورشة بلاستيك. ما هي دي الصنعة القديمة اللي اتعلمها في الأول وكان لسه فاكرها. وبدأ يصنع علب للأكل وعلب بلاستيك وعلب زبادي ولعب أطفال، وكانت بسعر أرخص من سعر المصنع كمان. وكان بيعمل في الورشة بتاعته قطع غيار بجودة عالية جدا، وبدأ يتعرف والفلوس تجري في إيديه. ولما أموره استقرت راح وتقدم رسمي لبنت القسطى بتاعه، كانت بنته الوحيدة. وفارس كان شاب متربي، والقسطى بتاعه عارفه وعارف أخلاقه كويس أوي، وعلشان كده وافق عليه وجوزه لبنته. وفضل فارس مسافر 10 سنين، وفي خلال ال10 سنين دول ورشة الخراطة بقت مصنع قطع غيار، وورشة البلاستيك بقت مصنع كبير. وبعد وفاة القسطى بتاعه رجع هو ومراته وعياله وبدأ يفتح فروع للمصانع بتاعته. وكان ربنا كرمه على الآخر، وأعماله كبرت جدا لدرجة إنه بقى في وقت قصير مليونير. وأول حاجة عملها بعد ما ظبط أموره في مصر راح بيت باباه علشان يسأل على إخواته. بس لما خبط اتفاجئ بناس تانية هي اللي بتفتح الباب. كانت ناس غريبة هو ما يعرفهاش. السلام عليكم، هي الحاجة حنان مش موجودة؟ لو سمحت بس ممكن تناديلي عليها؟ قول لها فارس ابني. مين الحاجة حنان دي اللي انت بتقول عليها؟ انا اسف بس انا معرفش حد بالاسم ده، انا ساكن في الشقة دي بقالي سنة، ومعرفش ممكن تكون هي كانت ساكنة قبلي ولا لا. ونزل فارس وهو مش عارف ممكن تكون مرات ابوه واخواته راحوا فين. واول حاجة عملها خبط على شقة حد من الجيران، كان عارف ومتأكد ان هم موجودين لان كانت شقتهم تمليك، وعارف منهم ان الحال اتدهور بمرات ابوه وانها ساكنة دلوقتي في أوضة في البدروم. ونزل على البدروم وخبط على الباب، ولما حنان فتحت له شافها ست كبيرة في السن مريضة، ظهرها محن وبقت ماشية على عصاية، والأوضة اللي هي قاعدة فيها كلها رطوبة، والرطوبة واكلة الحيطان لحد نصها، والعفش اللي موجود الحيوانات حتى ما ترضاش إنها تقعد عليه. أنت مين يا ابني؟ دخلت كده وقعدت من غير ما أعرف أنت مين؟ هو مش الأصول برضو إنك تعرفني على نفسك الأول؟ هو حضرتك مش عارفاني يا ماما ولا إيه؟ بقى معقول 10 سنين ينسوكي ابنك؟ ده انت اللي مربيان. كنت أتخيل أي حاجة تانية في الدنيا إلا إنك تنسين. والله يا ابني الصوت مش غريب علي، لكن العتب على النظر بقى. أنا دلوقتي ست تعبان ونظري ضعيف وعلى قدي، بقيت بشوف بالعافية، لكن الصوت مش غريب علي. قول لي يا ابني، أنت مين؟ ما تحيرنيش. أنا فارس يا ماما،
رجعت من السفر من فترة قريبة ورحت أسأل عليكي، واتفاجئت إنك مش في شقتك. إيه اللي حصل يا ماما؟ وإيه اللي خلاكي تنقلي هنا؟ طمنيني عليكي، أنت كويسة؟ وإخواتي فين؟ كويسين ولا لأ؟ وإزاي سايبينك في الحالة دي لوحدك؟ أول ما عرفت إن هو فارس فضلت تعيط، وبقى هو يحاول يهدي فيها لكن من غير أي فايدة. اللي حصل يا ابني ده ذنبك انت، ما وريتكش يوم حلو في حياتك. كنت بأكلك بواقي الأكل بتاعت إخواتك، حرمتك من التعليم وانت كنت أشطر واحد فيه. كان زمانك دلوقتي دكتور ولا مهندس. حتى الفلوس اللي كانت في البنك اللي المفروض ورثك من والدتك فضلت ورا باباك لحد ما أخدتها كلها. ومش بس كده، طردتك من شقة أبوك وكنت مفكرة إن بعمل الصح، لكن ربنا قال لي خدي نتيجة أفعالي. الحال اتدهور بيا واخواتك اتبهدلوا وطلعوا كلهم من التعليم. ما عرفتش اخلي حد فيهم خالص يكمل تعليم، وبعد كده اتجوزوا ومفيش واحد فيهم مرتاح. كلهم طالع عينيهم علشان يعرفوا يعيشوا، وانا زي ما انت شايف كده ساكنة في البدروم بستنى الناس تعطف عليا بلقمة ولا بهد. ربنا ردلك حقك يا ابني. طمني عليك انت، الدنيا عملت معاك ايه بعد ما سبتنا؟ الحمد لله، ربنا وقف جنبي. ما تقلقيش عليا، انتي ربيتي راجل وعرفت انفع نفسي. على العموم انا هجيلك قريب قوي، بس انا لازم امشي دلوقتي، في حاجة مهمة لازم اعملها. بصي يا فارس يا ابني، انا مش هطلب منك السماح علشان انا عارفة ان انا مستاهلهوش، وعارفة ان اخرتي صعبة بسبب اللي عملته. لكن اسأل على اخوات، احلف لك بايه يا ابني ان محدش فيهم بيكرهك، سواء ولادي او اخواتك من ابوك. كلهم كانوا بيلوموني على اللي انا عملته فيك طول عمري، ودايما يقولوا لي ان ده ذنبك انت. ما تتكلميش في الموضوع ده دلوقتي، بعدين هنتكلم كتير. انا مضطر امشي دلوقتي. ومشي فارس وراح لوفاء مراته في البيت يتكلم معاها، وهو بيبكي ويحكي لها على الحالة اللي مرات ابوه واخواته وصلوا لها. انا مش مصدقة ان بعد اللي هي عملته فيك انت زعلان عليها وعلى اخواتك بالطريقة دي. ده انت المفروض تبقى فرحان وتشمت فيها ان ربنا رجع لك حق. انت ازاي طيب قوي كده يا فارس؟ يا وفاء هي صحيح عملتني وحش وعيشتني في ذل طول عمري وحرمتني من التعليم، لكن ارجع واقولك لو ما كانتش طلعتني من التعليم وودتني الورشة بتاعة البلاستيك وبعدها ورشة الخراطة، ما كانش دلوقتي عندي بدل المصنع 2 وكذا مصنع. ما كنتش وصلت للي انا فيه ده دلوقتي. وبعدين مش هعرف ابقى عايش مبسوط ومتهني وانا عارف ان اخواتي محتاجين. طب انت ناوي على ايه دلوقتي؟ فهمني، في ايه في دماغك؟ وانا مش هعترض، لان انا عارفه ان قلبك طيب قد ايه. انا لازم اقف جنبهم، هظبط امورهم، وبعد كده هاخدك اعرفك عليهم انتي والاولاد. ما هو لازم ولادي يعرفوا اهلهم. وبعدها فارس دور على بيت كامل في حته كويسه واشترى البيت. البيت كان كبير وواسع وشكله حلو، وفرش الشقق اللي في البيت كلها. وبعد كده راح وجاب اخواته البنات واخواته الرجال، وحتى كمان وليد والبنتين اللي هم مش اخواته اصلا. صمم ان هم ييجوا ويقعدوا هم كمان في البيت، وفتح لهم مشاريع في المحلات اللي تحت البيت، وجاب مرات باباه تقعد في شقة هي كمان. ولما جابها البيت كانت حاسة بالخجل والندم منه، لدرجة إنها كانت كل ما تشوفه تفضل تعيط. ليه عملت كده يا فارس؟ ده أنا اللي مصبرني على الحياة السنين دي كلها يا ابني، إنك ترجع وتاخد حقك مني. كنت مستنياك ترجع وتنتقم، أنت راجع تقف جنبي وتقف جنب إخواتك. ليه يا ابني؟ ليه ما رجعتش رميتني في الشارع؟ طب قوم حتى اضربني أو اشتمني أو ادعي عليا. خد حقك بأي طريقة في الدنيا يا ابني، ما تسيبنيش لعذاب ربنا في الآخر، مش هستحمله يا ابني. خد حقك مني في الدنيا وسامحني. ما تقوليش كده يا ماما، أنا والله مسامحك ومش ناسي إن شدتك عليا دي هي اللي خلتني راجل دلوقتي وقد المسؤولية. لو حضرتك كنت دلعتيني ما كنتش بقيت الراجل اللي واقف قدامك دلوقتي. الدلع عمره ما بيصلح. يعني اللي أنا فيه دلوقتي ده ربنا جعلك سبب ليه، وأنا مسامحك والله، صدقيني مسامحك من قلبي. أنا عمري ما عرفت ليا أم غيرك انت، ومفيش ابن بيعرف يزعل من أم. فضلت حنان حزينة وبتعيط ومش مصدقة إن اللي هي عملته في فارس كل ده فارس قبله ببر وإحسان.
وفاضت روح حنان عند اللي خلقها، وعلاقة فارس بإخواته بقت كويسة قوي، وحياتهم اتحسنت كتير بعد المشاريع اللي هو فتحها لهم، وبقوا يتجمعوا مرة كل أسبوع. وفارس كان دايما بيعمل صدقات جارية على روح أبوه وعلى حنان كمان، وكان دايما بيدعي لهم هما الاتنين. أصعب انتقام في الدنيا مش إن المظلوم يرد الضربة بالضرب، ولا إنك تقع تحت إيده فيذلك أو يكسرك زي ما أنت كسرت. أصعب انتقام بجد إن الأيام تدور وتلف، وتلاقي نفسك في أضعف لحظة في حياتك، تعبان ومكسور ومحتاج حد يسندك. تبص حواليك وما تلاقيش حد، وفجأة تتمدلك إيد، الإيد الوحيدة اللي لسه فيها رحمة. تبص لها كويس تلاقيها إيد الإنسان اللي أنت ظلمته وكسرت قلبه وبهدلته زمان. ساعتها بس هتفهم إن ربنا ممكن يعاقبك بحاجة أصعب من أي انتقام، إنه يحطك محتاج لطيبة قلب الشخص اللي أنت ما كنتش رحيم بيه. لا تزرع في طريقي شوكا، ربما تدور الأيام وتأتي إلي يوما حافي القدمين. وبكده تبقى خلصت قصتنا النهاردة. أتمنى إنها تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش تتابعونا على قناتنا على الواتساب وصفحاتنا على الفيسبوك والإنستجرام. هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف، واشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة.